السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله لا هعمل معاكم احلى كنافه في الدنيا هتاكليها وانت اللي هتعمليها بايدك في البيت، احلى من الجاهزه. يعني لو الكنافه بتبوظ منك او بتلاقيها ناشفه او الشربات بيجي مسكر منك، لا بعد الفيديو دوت ما تسمعيه ان شاء الله هتبقي استاذه فيه، وعمر ما الشربات هيسكر معاكي تاني ابدا. بس شوفي التريكات الصغيره، لان حاجات بسيطه وبتفرق في قلب الطعم وبتفرق في قلب الطريقه نفسها. بس ما تنسنيش في اللايك والاشتراك، وان شاء الله عمرها ما هتبوظ منك تاني، او عمرها ما هتيجي ناشفه معاكي تاني، او حتى الشربات يسكر معاكي تاني. اول حاجه بستخدم للشربات عشان هعمله، عشان بحتاجه للكنافه بيبقى دافي بس شويه. هحط كوبايتين من السكر، سواء تموين او من السكر العادي، وهحط عليهم كوبايتين من الميه، ميه الحنفيه عادي خالص. هحاول لما اجي احط الميه احطها بالراحه كده، علشان مش عايزه السكر يبقى مرتفع لفوق شويه، عشان ما يلزقليش الحروف بتاعه الحله ويسكر معي. هديله تقليبه بس كده صغيره، ان انا ادمج بس السكر مع الميه واحطه على النار. هقلبه برضو كده، يعني بعد اول غلوه لقيت فيه سكر تحت في قلب الحله من تحت، هدوبه بالراحه كده بالمعلقه. بمجرد بقى ما يغلي حوالي 10 دقايق، هروح حاطه عليه نص ليمونه، اقل من نص الليمونه، علشان الليمون لما بيكتر في الشربات بيبقى طعمه مش حلو، بيقلب زي عصير الليمون كده، مبيبقاش طعمه حلو. هحطها كده واستنى لما يكمل السوا بتاعه. هخليه بقى يغلي كده على نار متوسطة، ما تكونش نار عالية عليه، علشان علو النار هيخلي الحروف بتاعته تسكر منك. فلا، خليه نار هادية، هيبقى ممتاز معاكي قوي. هيفضل يغلي كده لحد ما احس ان هو تقل معايا. طبعا بنعمل حساب نقطة مهمة جدا، ان الشربات بيتقل لما بيبرد. يعني ما استناش لما اخد القوام بتاع الشربات للكنافة وهو سخن، لا يبقى اخف شويه. طبعا بعد ما بقفل النار عليه بحط كيس من الفانيليا عشان ريحته تبقى ممتازه. عندي بقى نرجع تاني للكنافه، هنحتاج كوبايه من الزبده بلدي او اي نوع انت بتستخدميه، بس طبعا بلدي افضل. دي زبده صفراء انا مسيحاها، ان شاء الله هبقى انزلها لكم فيديو، ممتازه جدا. ومعايا نص كيلو من الكنافه، ونص كوب اقل من نص كوبايه من السكر البودر. عندي الكنافة دي أنا بستخدمها اللي هي الكنافة العادية، مش اللي هي البلدي، لا اللي هي الرفيعة العادي اللي بنجيبها من المحلات، علشان البلدي بتبقى تخينة شوية. هبدأ بقى، يعني ليها طريقتين، ان انت تحطيها في الفريزر لو هي عندك وتفركيها، يا الا تقطعيها كده قطع صغيرة. انا حبيت ان انا اقطعها بايديا كده، افضل كمان من المقص. هتقطعيها كلها كده بالشكل ده لحد ما يبقى يعني كلها بالشكل ده، اللي هي صغيرة، وتأكدي ان هي مفيهاش اي تكتلات. يعني اوقات بنلاقي حتت معجنة كده من الكنافة، لا بنعينها. اهم حاجة تبقى كلها مفكوكة من بعض كده. هستخدم بقى اقل من نص كوباية من السكر البودر، وابدأ يعني اقلب معلقة كده. هقلب بقى كده، هقلب الكنافة كويس جدا في قلب السكر البودر. السكر بودر بقى بيخليها من جوه ما شاء الله تحفة جدا. كمان هي دي اللي بيلزقها في قلب بعض من جوه، بصراحة بتفرق. معايا بقى كوباية واحدة بس من الزبدة او السمنة، هي اللي بستخدمها في الكنافة كلها. هاخد بقى ربعها كده احطها على الكنافة بعد ما دوبت السكر البودر فيها، واقلبها كويس جدا، علشان ممكن القطع اللي انا بنزل فيها الزبده تلاقيها لزقت في بعض. لا، حاولي ان انت تفكيها كده وتخلي تغلفي كل الكنافه بتاعتك بالزبده. حتى لو ما تغلفتش كلها، لا هما بس هو ربعها كفايه جدا عليها. هحاول ان انا اقلبها بس يعني كويس جدا، علشان زي ما قلت لكم ما كلكعش معايا. هتبقى بالشكل الجميل ده.
دي اول حاجة مهمة جدا في خطوة ايه الكنافة عشان تيجي ممتازة معاكي. يا ريت بقى لو لسه متابعاني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. ونجيب بقى صينية، يعني بتبقى اصغر صينية في قلب صواني البسبوسة. الافضل ان انت تسوي الكنافة في صينية يكون حرفها قليل كده، زي اللي هي بتاعت البسبوسة يعني، بتبقى افضل بقى، تبقى جميلة بصراحة. هنحط بقى كمية كويسة كده من الزبدة، الربع التاني، يعني استخدمنا ربع كوباية في قلب الكنافة، والربع التاني هنحطه في قلب الصينية من تحت، علشان هو ده اللي بيديني اللون الذهبي الجميل في التسوية بتاعتها. هبدأ بقى ان انا انزل الكنافة، طبعا وانا بنزلها احاول ان انا ايه اخليها كده مهوية عن بعض كده، يعني مفلفلة كده وانا بنزلها، ما اخدهاش من قلب الطبق معجنة كده وكبشة واروح حطاها، لا، فلفلة كده، يعني اعمليها كده بمزاج هتلاقيها تحفة معاكي. وصدقيني بجد لو اتبعتي طريقة من أولها الكنافة هتبقى تحفة، عمرها ما هتبوظ معاكي إن شاء الله يعني. هننزل بقى كمية النص كيلو كلها. أنا مرضتش إن أنا أسرع في الفيديو، معلش، بس عشان إيه يبقى كله قدامكم كده للأفضل يعني. هنزل بقى الكمية كلها كده، احاول ان انا اوزعها مظبوط على اساس ما يجيش حته سميكه وحته تبقى خفيفه شويه، يعني اوزعها كلها على اساس تبقى ايه كلها سوا واحد. طبعا اللي هيظبط السوا ده يعني التسويه بتاعتها دي، ان انا بايديا بقى كده وتضغطي عليها عشان تتماسك كلها مع بعض. حته الزبده اللي انا حطيتها في الكنافه هتسهل عمليه إن الدمج دي، هتخليها تتمسك يعني ايه تمسك معاكي بسرعه جدا. بمجرد ما تضغطي عليها كده هتلاقيها بقت مستويه، بقت كلها متساويه مع بعض، وهتلاقيها اتلزقت بسرعه. بس كده في المرحله دي نكون مشغلين الفرن على درجه 180 علشان يسخن قبل ما ندخل الايه صينيه الكنافه بتاعتنا. هحط بقى بقيه الزبده معايا كده. الزبده بتبقى دافيه يا دوبك اللي هي تبقى سايحه. هنزلها كده وبايديا كده إيه اسويها، يعني ايه احاول اوزع حتى لو في حته ما فيهاش زبده، يبقى ايه عاملاها بظهر المعلقه كده. هدخلها بقى في الرف اللي في النص في قلب الفرن، وبمجرد ما احس ان الحروف من الجناب اتحمرت معايا نروح قايدين الشوايه. لو لقيتيها اتحمرت بقى من فوق يعني في افران، تلاقي الوش كده اتحمر لوحده، ماشي اوكي خلاص. لقيتيه ني لسه ما اتحمرش، بنولع الشوايه عليه، هيتحمر الوش معاكي، وتروحي ايه منزله عليه الشربات. شربات جميل ما شاء الله. هنزل الشربات بيبقى دافي، دفيان بسيط جدا، وهتنزليه وهي ايه اول ما تخرج من الفرن، ونروح مغطينه بالغطا كده. تغطية الغطا دي بتخليها ممتازة جدا. بعد ما تبرد بقى نروح قلبينها كده في صينية علشان ايه ناخد الشكل الجميل. طبعا حبة الزبدة اللي انتي بتحطيهم من الاول هو اللي بيخلي اللون بتاعها خطير ده. هننزل بقى الحبة الصغيرين التانيين دول، انا ما حطيتش الشربات كله، حطيت 3/4 في الاول، وقلت الربع التاني ده انا هحطه ايه من فوق لما اقلبها عشان تبقى متشربة من فوق ومن تحت. شايفين ده قوام الشربات، وتحفة ما شاء الله، ولا سكر ولا جراله اي حاجة. شايفين؟ تقدري بقى تقطعيها بمثلثات كده، تقطعيها مربعات، تقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها. شايفين؟ ممتازة جدا ما شاء الله. من فوق كده فيها قرمشة بسيطة جدا، ومن جوه طرية بجد يعني. اتمنى ان تكون وصفتي عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامة.